اهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة ريمين كيمي. درس النهاردة عن سادس حرف في اللغة القبطية وهو حرف السو. حرف السو بنستخدمه كرقم 6 وبيعبر عن رقم 6 بس، ويدخل في تركيبات الرقم 6 لما أقول السادس أو سدس. حرف السو بننطقه قدام الكلمات أو مع الكلمات المؤنثة بننطقه سو. لما أقول 6 ساعات سو إن أجب، ويبقى فيه رابط بين العدد والمعدود اللي هو ان بيتحول لام قدام الحروف الشفهيه زي ما خدنا في درس الربط. بننطقه مع الكلمات المذكره او المذكر سؤو. لما اقول 6 شمعات بقول سؤو ام مله. لاحظوا ان كلمه شمعه كلمه مذكر وليست مؤنث في اللغه القبطيه، لان دي لغه ودي لغه، ويختلف التذكير والتانيث بين اللغه القبطيه واللغه العربيه.